في الفيديو ده انا هشرح لحضرتك ازاي تحول ال 10 جنيه ل 10 اضعاف على الاقل ان لم يكن اكتر. طبعا ده بيعتمد على ازاي حضرتك هتستفيد من المعلومات اللي انا هقولها لك دلوقتي. ركز معايا، عندنا شويه الوان وقالب سيليكون وشويه ميه. شويه الميه دول متقلبين على بودر. البودر ده اسمه كونكريت. البودر ده فكرته ان هو بينشف بعد نص ساعه على الشكل اللي انت سبته عليه، عشان كده احنا بنحتاج قالب سيليكون. القوالب السيليكون ديت اشكال كتير قوي قوي قوي. المهم هنا ان البودر ده لما بينشف بيبقى لونه ابيض ساده. طيب احنا بقى ازاي نطلع الحاجه الحلوه من اللون الابيض الساده دوت؟ لو ابيض ساده هيبقى تقليدي جدا بالنسبه للناس. يبقى التركايه كلها هنا واقفه على حاجه واحده بس، انك تعمل الوان شكلها حلو. لو عملت الوان شكلها حلو هتخطف العين، هتبيع دوت بالسعر اللي انت عايزه، اللي انا بقول لك عليه دلوقتي. وعلى فكره انا عايز اقول لك ان الموضوع في قمه البساطه. هنحط شويه ميه، نحط عليهم شويه بودر، نحط عليهم شويه لون، تقوم صابب جوه القالب السيليكون اللي انا قلت لك عليه من شويه. اديله شويه كحول عشان اطلع البابلز اللي جوه. خلص الموضوع. 5 دقايق كنا عاملين قطعه شكلها جميل جدا جدا، مبلغ بسيط جدا، ربح عالي جدا، مجهود قليل جدا، وانت قاعد في البيت.